شوف شلون هاي. يدخل باسم إلى بيته لأول مرة منذ أكثر من عامين. هاله المشهد، لم يكن يتوقع الأمر بهذا السوء. هذا تعب العمر. فر باسم المدرس المسيحي مع باقي الأكثرية المسيحية التي كانت تعيش هنا في بلدة قراقوش جنوب شرق الموصل، ما أن دخلها ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في 2014. عاد بعد تحرير البلدة ليجد المسلحين قد أحرقوا منزله. يعني ايش اوصف الحزن العميق اللي ما يوصفها. هذا بنيته بتعبه، بكتف تعب اشتافي وعرق جبيني وبدم قلبي. خليت عليه وبقيت اهتم بالبيت لما كملته من 2000 الى حد 2013. صدمه، هاي صدمه قويه يعني ما توصف. زين، واني كمدرس بالسلك التربوي، اللي سووا واللي فعلوا هذا الفعل هم اللي اني درستهم خرجتهم، واحنا لنا فضل كبير لهم. المسلحين اللي كانوا في المنطقة هنا نعم كانوا من أهل البلد، من أهل المناطق هاي كلها يعرفون. درستلهم؟ اي نعم درستهم، اني درستهم 15 سنة. هذا المكان الذي نقف فيه كان يوما ما غرفة الاستقبال بالمنزل. يعني من اجيت وشفت البيت يجي يعني حتى الصورة ما عدنا، ما عرفونا كل شيء، ذكرياتنا كلها راحت بهذا البيت.